اللهم بارك لنا في بيوتنا واجعلها عامرة بذكرك مليئة بالراحة والسكينة. اللهم ارزقنا فيها الطهارة والنظافة واصرف عنها كل هم وحزن واجعل تعبنا فيها في ميزان حسناتنا. اللهم ارزقنا حسن التدبير وبركة الوقت واجعل بيوتنا مصدر راحة لنا ولأولادنا واملأها بالمودة والرحمة. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى روتين جديد وحبيت ان انا اشارك معاكم واغسل الانتريه كده. الاولاد كانوا بص يعني مرمطينه ومبهدلينه. انا حطيت هنا برسيل جل وكانت لهلوبة وحطيت معطر عشان يدي ريحة حلوة و بتاع ده بتاع المواعين يعني، اللي هو السائل بتاع المواعين. وبدأت أدعك فيه كده عشان ينضف. وكان الموضوع سهل يعني. أنا بدأت اليوم كده بالاستعانة بالله وبنبقى نفسنا من حولنا وقوتنا لا حول ولا قوة الله عز وجل. وابتديت كده ان انا ارتب افكاري. اليوم ده انا كنت صاحيه بعد الظهر، صحيت متاخر يعني او قبل العصر بحاجه بسيطه كده. وكنت عامله اكل من اليوم اللي قبله، فما خدتش وقت يعني. اتغدينا كده وابتديت ان انا ابدا في التنظيف بتاع الانتريه كده. لازم يعني عشان تبدأي وتحسي ان انت نظفتي حاجة، آه، ابدأي بالحاجة اللي مضايقاكي. يعني انا مثلا الانتريه ده كان مضايقني كتير. يوم بقى لقيت ان انا مثلا مش عندي طبخ فيه، مش هعمل مجهود في المطبخ كتير، غسله مواعيني. قلت انا ابدأ بالمطبخ بالانتريه كده اخلصه، لان انا كنت يعني هم كل ما اشوفه كده احس ان بقى بهم يعني. خصوصا ان انا كمان عايزه افرشه عشان لما اغسله ما وسخوش تاني. فانا حشت الكفر بتاعه ورحت حاطاه في الغساله وابتديت ان انا ادعك فيه كده. فانت لو تبداي بالحاجه الصعبه اللي مضايقاكي في يوم مثلا فاضي زي كده، بتحسي كده براحه ودماغك بيبدا يتنشط وان هو يبقى عايز يعمل حاجات تانية. وان احنا يا جماعه احنا مش بننضف مره واحده، احنا كل يوم. ما فيش التنظيف مش بيخلص، دي عادات يوميه بنعملها وبتفرق معانا جدا. فانتي حاولي تقسمي شغل البيت على مراحل علشان ما تتعبيش بسرعه وتزهقي وتقولي ايه ده انا كل ما بنضف ما بحس ان ما فيش فايده. لا، انتي هتنضفي مثلا. يعني انتي مثلا عندك صاله، عندك 3 اوض. في اوضه اكيد ما بتستخدميهاش مثلا، لو بتستخدمي اوضتين وصاله، فانتي هتنضفي الاوضه دي اللي ما بتستخدمهاش كتير بقى، هتنضفيها مره واحده وتقفلها تنضفيها كل اسبوع. مثلا الحاجه اللي مش بتدخليها كتير او مش بتستخدميها كتير خليها مره واحده بس في الاسبوع. واي حاجة تخلصيها تمام او تستخدميها في اليوم ترجعيها مكانها، تحاولي تغسليها. فده بيسهل عليكي وبيخلي اليوم بتاعك كده نظيف وما يتراكمش عليك شغل البيت. لو مواعين اغسلها اول باول، ده بيفرق جدا. تمام. وخلي دايما البيت متهوي. يعني حتى لو تفتحي الشباك مثلا مرة في اليوم الصبح ومرة بعد المغرب، بحس ان التهوية دي بتخلي البيت يدخل له هوا وتحسي بالنظافة كده والراحة. لكن الكتمة دي بتبقى وحشة جدا. لان انت تفتحي الشباك ده وتهوي البيت بيخليكي تحسي بالنظافة حتى لو انت عاملة حاجات بسيطة جدا. ومش لازم يا جماعة نعمل كل حاجة مرة واحدة. يعني أنا مثلا عندي مثلا برضو ركنة مش نظيفة. الأولاد قبل ما أجيب الكفرات ديت كان الولاد ما كانش عليها كفرات، فكانوا الولاد مبهدلينها جدا. فأنا ما غسلتهاش لما تمام. عايزة أغسلها مثلا. لو شفت الأنتريه والركنة يم بعض هقول والله ما أنا عاملة حاجة. لا، أنا قلت هبتدي بالأنتريه مثلا. تمام. وبعدين ابتدي يعني يوم تاني يكون زي كده. اليوم النهارده فاضي مثلا، مفيش طبخ مفيش غسيل مواعين، اروح عامله الانتريه. تمام. بقى عملت الانتريه وكان فاض وقت ان انا طبقت غسيل وغسلت غسيل جديد. انا ما اخدت قرار على نفسي كده ان انا ما اغسلش غسيل غير لما اطبق الغسيل، فده بيديني اكيد مش هسيب الغسيل ويسخ. فرحت طبقت الغسيل الاول وبعدين حطيت غسيل تاني في الغساله. تمام. ونشرته وبعدين هطبقه واحط غسيل تاني عشان انتي لما بتغسلي ورا بعض الغسيل بيتراكم. فلما يتراكم يعني مش هتطبقيه بسهولة، هتفضلي بقى تطبيق الغسيل ده هم على قلبك، فاهماني؟ فانا قلت لا، انا قلت مش هعمل الغلط ده تاني. انا هغسل الاول، هطبق الاول الغسيل واشيله وبعدين احط غسيل في الغسالة. وبالفعل عملت كده الحمد لله، وطبقت الغسيل وغسلته. والحمد لله كان يوم لذيذ يعني.
وخلي عندك روتين ثابت كده للغسيل عشان ما يتكومش عليكي، يعني عشان لو اتكوم انت عارفه هيحصل ايه. يعني انا مجربه. وشغلي كده في اليوم وانت بتعملي حاجه، شغلي حاجه بتحبيها، قران، دروس عن الايمان، عن قصص الانبياء مثلا، عشان وانت بتعملي حاجه تستمتعي وما تحسيش كده ايه بزهق. وكمان البيت يا جماعة النظيف ده بس مش شكل كده خارجيا، كمان البيت نظيف ده نظيف نفسيا كده. لما تكوني نظيفة نفسيا كده وحالتك النفسية كويسة هتلاقي بيتك نفسه نظيف وأولادك مرتاحين وجوزك مرتاح. فابدأي كل يوم بخطوة بسيطة وانت هتشوفي الفرق صدقيني. ابدأي بس، يعني حاولي تبدأي من غير، حتى لو انت مكسلة ومش قادرة تقومي ومش قادرة تعملي حاجة، ابدأي بحاجة بسيطة كده وهتلاقي نفسك ان شاء الله ربنا انجز معاكي اليوم. وهتبدأي ان انت تعملي وتتحمسي. ودي حاجة ايه بقولك كده عليها. فانتي انا مجرباها، يعني انا مجربه ان انا ببقى كسلانه جدا ومش قادره اقوم، بمجرد بس اقول مثلا اقوم ان انا مثلا اكنس الصاله، اغسل المواعين، بحس ان انا كده ايه اليوم يعني ابتديت ان انا اتنشط كده واعمل حاجات كتير. يعني ما بترساش على الحاجه الواحده اللي انا قلت هعملها، لا بتفتح كل ما اعمل حاجه الاقي نفسي عايزه اعمل حاجه تانية فاعملها، وبالفعل بعملها. فاهماني؟ فانت ما تسيبيش نفسك للكسل، لان انت هتسيبي نفسك للكسل يا لهوي مش هتقومي من مكانك. انا مجربه الاتنين الصراحه. فدي كانت نصيحه كده حابه اقولها في الفيديو. وهنكمل مع بعض كده الفيديو. وكده رحت جبت المكنسه ديت يا جماعه والله سهلت عليا. يعني هي ما نشفتش بنسبه 100%، لكن هي يعني نشفت يعني لحد ما بدل ما تكون يعني فيها ميه كتير، هي خفت الميه شويه لكن ما نشفتش بالكامل الصراحه. بس ما خدتش وقت كتير في ان هي تنشف، يعني خدت وقت قليل الصراحه. يعني خدت بتاع ساعتين 3 كده عقبال ما نشفت. فانا سبتها تنشف كده تحت المروحه. بعد ما عملتها كده بالمكنسه كده، دي بتاعه شفط الميه اللي هي اسمها اوركا من البيت التركي. انا كنت لسه جايباها ما كملتش شهرين تقريبا، فلسه بستخدمها كده. بس هي لحد ما يعني ايه لذيذه كده، يعني مش وحشه. بس وهنا كنت بشفط كده الميه منه. هو ما كانش كله متوسخ، يعني هو كان في اجزاء كده ايه الاولاد بيجيبوا الاكل ويمسحوا في البتاع ويمسحوا ايديهم ورجليهم، فكانت لازم تتنضف. كان لازم الانتريه ده يتنضف. الركنه بقى ايه افتح من دي، ده كمان ده لون غامق، لكن انا عندي ركنه فاتحه جدا، يعني لون كده ايه بيج او بينك روز كده فاتح خالص، بينك فاتح خالص. آه ان شاء الله هعمل فيديو وهغسل فيه الركنه. وكان يا جماعه والله ما خدت معايا بتاع نص ساعه، يعني غسيل الانتريه ده ما خدش معايا كتير يعني. وكمان الميه اللي نزل تحت الانتريه لما بكب ميه شفتها برضو بالمكنسه، فما كانش عليا مجهود خالص. وبعدين رحت كنسه الشقه بقى ومسحاها، كنسه الصاله البعيده دي ولميتها بالجاروف، وبعدين مسحتها ومسحت الشقه كلها. سبحان الله، يعني الحمد لله كان يوم منجز بالنسبه لي. بس انا صورت في كل حاجه طبعا لان أنا كنت عايزه انجز، لان انت برضو عارفه زي ما بقول لك كده التصوير بياخد وقت ومجهود. ان انا اصور من ورا من غير الكاميرا او من غير ما اصور بيبقى اسهل بالنسبه لي. فانا نظفت كنت اليوم ده بعد ما خلصت الانتريه يعني. رحت سبحان الله ربنا اداني القوه، يعني ان انا كنست ومسحت الشقه كلها. كده يتفضلي في الاسبوع ده كده غسيل الحمامات وكريس الايه السلمه. كنت لسه كنساها يوم الاربع، هكنسها ان شاء الله. يعني ممكن الاربع برضو. بس وكان الصراحة فرقت معايا جدا. هي النظافة يا جماعة يعني هي تعود تمام وروتين ثابت كل يوم، وحاجات بسيطة بتعمليها بتفرق في يومك. فانتي ما تكسليش. ومفيش بيت بيبقى فاضي يفضل نظيف، يعني البيت اللي هو انا عندي اعتقاد كده البيت اللي بيفضل نظيف ده ومرتب طول الوقت هو يعني محتاج ناس، مش ما حدش قاعد فيه، هو محتاج يكون فاضي نيجي ننضفه بس ونمشي. لكن اي بيت فيه اطفال وفيه ناس عايشة وبتتعايش في البيت هيبقى طول الوقت مكركب. مش طول الوقت، قصدي هيبقى فيه آثار حياة، يعني مكان قعدنا فيه كلنا فيه طبيعي. تمام. اللي هيفرق بقى يخلي بيتك طول الوقت نضيف ان انت بعد كل حاجة بتعمليها بتاكلي بتغسلي الطبقين اللي انت كلت فيهم، بتنفضي المكان اللي انت قعدت فيه بعد كل قعدة. فاهماني؟ ده اللي هيخلي البيت ايه نضيف اول باول. لكن هو مفيش بيت بننضفه مرة واحدة في اليوم فبيفضل طول الوقت نضيف. فاهماني؟ لا حاجات بتتكركب تاني بنرجع نرتبها تاني وهكذا.
مش هنقعد يعني، هي اي ست بيت، اي ام هتفضل كده يعني طول عمرها لحد ما ربنا يفتكرنا يعني. بس يا جماعة، وده الروتين كان يوم لذيذ يعني وجميل. ما تنسيش بقى تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس وتضغطي لايك عشان نرفع الفيديو مع بعض. اللايكات كتيرة يا جماعة بالله، عشان نرفع الفيديو كده مع بعض وتحمسوني ان انا اكمل وانزل فيديوهات، لان انا الفترة دي ما عنديش حماس خالص ان انا اكمل، بسبب ان مش لاقي اي نتيجة الصراحة للفيديوهات. فادعميني كده بلايك واشتراك عشان نكمل مع بعض ونكون أسرة كبيرة كده مع بعض بإذن الله. تخيلوا معايا كده يا جماعة، إن في زمن من الأزمنة كان في ناس عايشين حالة من ضعف شديد جدا جدا، مفيش لا أمان مفيش قوة، أعدائهم أقوى منهم بكتير جدا، وخدوا أرضهم وكرامتهم. فقرروا الناس دي يجمعوا بعض ويروحوا للنبي من أنبيائهم في الزمن ده، ويطلبوا منه طلب واضح وصريح كده. قالوا له احنا عايزين نقاتل في سبيل الله، عايزين حد يقودنا عشان نقاتل وننتصر، فاحنا عايزين ملك نقف وراه كده ويبقى زعيم لينا وايه وياخدنا نحارب، عشان احنا خلاص ايه تعبنا من كتر الاهانه. راح النبي بص لهم كده وقال لهم طيب هو انتم متاكدين ان انتم عايزين تحاربوا فعلا؟ يعني لو القتال اتفرض عليكم فعلا هتثبتوا ومش هتتراجعوا؟ قالوا له بحماس وازاي يعني ما نقتلش، ده احنا اتظلمنا واتطردنا من ارضنا وحصل فينا اللي ما حصلش. لكن اللي حصل بعد كده كان صدمة للكل. أول ما القتال بقى حقيقي واتفرض عليهم فعلا، كتير منهم انسحبوا وخافوا، كأن الكلام كان سهل بكتير، أسهل بكتير من الفعل، لأن احنا ساعات بنقول كلام كتير وما بنعملش بيه. ورغم كده سبحان الله ربنا استجاب ليهم واختار لهم ملك. بس هم ما كانوش متوقعين ان ده اللي يختاره ربنا سبحانه وتعالى. الملك ده كان اسمه طالوت. وهنا بدأت بقى الاعتراضات، قالوا ازاي هو يبقى ملك علينا؟ ده مش اغنى واحد فينا يعني، ولا ومش من العائلات الكبيرة عشان يبقى الملك ده ويقودنا ونمشي وراه. كبر بقى، دي بقى اسمها ايه؟ اسمه كبر. كأنهم كانوا فاكرين ان القيادة دي بالفلوس او النسب. سبحان الله، لا، هو ربنا اصطفاه واتاه من الحكمة يعني. راح النبي رد عليهم وقال لهم ايه؟ ربنا اختاره وزادوا علم وقوة في جسمه، يعني اللي انتم شايفين النقص ده ربنا شايفه كفاية وزيادة. وبعدين قال لهم عشان يطمنوا ان التابوت اللي كان رمز ليهم هيرجع ليهم، وده فعلا حصل. وساعتها اضطروا يقبلوا، وطالوت بدأ يجمع الجيش وخرجوا فعلا للمعركة. بس قبل ما يقابلوا العدو حصل اختبار غريب جدا. قال لهم انتوا داخلين على نهر، واللي هيشرب منه كتير مش هيكمل معايا، واللي عايز يكمل ياخد بس غرفة صغيرة بإيده يدوقه بس كده. تخيل اختبار بسيط جدا، مجرد شوية مية، لكن أغلبهم فشلوا فيه. شربوا ما قدروش يمسكوا نفسهم، وما فضلش مع طالوت غير عدد قليل جدا. وده بيعلمنا يا جماعة ان احنا ربنا هينصرنا وهيرزقنا ويعمل لنا كل حاجة، بس لازم نعدي باختبارات. حتى انت شايفاه اختبار حاجة ملهاش لازمة كده، بس ده اختبار ولازم تنجحي فيه. حتى لو انت شايفاه حاجة بسيطة، ايه يعني شوية مية هتشربهم ولا هشرب مية، ايه المشكلة ان انا اشرب مية مثلا؟ كان ده الاختبار. زي ناس تقولك مثلا ايه على مثلا موضوع النمص والحواجب ده، تقول لك يعني هو ربنا مثلا هي 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 هيزعل مني او هيدخلني النار عشان شلت شويه شعر؟ طب ما هو يا جماعه قدامنا يعني حاجه باينه كده وواضحه، ان احنا لما نشرب من نهر، ربنا اختبرهم في نهر شويه ميه، شويه ميه اللي هي الاساسيه للحياه يعني. تمام، اختبرهم في شويه ميه الاساسيه للحياه، ما اختبروش في شويه شعر. انت فاهماني؟ فيعني يا جماعه نحاول نراجع نفسنا كده، وان ربنا بيدي اختبارات صغيرة عشان يبين مين اللي هيسمع كلامه وهيكون مطيع ليه في الدنيا عشان يدخله في الاخرة الجنة. بس وقالوا ايه بقى؟ يعني دول قالوا ده مجرد شوية مية يعني، لكن اغلبهم بهلوا وفشلوا فيه. زي ما احنا برضو فاشلين في ان احنا ما نتبعش كلام الله، وبنحاول نلاقي لنفسنا حاجات كده ايه نطلع مخارج يعني. وشربوا كتير وما قدروش يمسكوا نفسهم، وما فضلش مع طالوت غير عدد قليل جدا، قليل لدرجة انك بتقولي مستحيل يكسبوا حرب. ولما شافوا جيش العدو
بقى الموضوع اصعب طبعا، لان جيش العدو ده جيش كبير، بيقول لك هم اقوى منهم بكتير جدا، قدامهم جيش ضخم جدا جدا يقوده جالوت، راجل جبار قوي بشكل مرعب جدا. بعض اللي مع طالوت خافوا وقالوا احنا مش قدهم، مفيش امل كده، احنا خلاص ضعنا. لكن في ناس تانية كان عندها يقين بالله، وكان يقين مختلف عن اي حد في الوقت ده. قالوا جملة بتهز القلب كده: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وفي اللحظة دي دعوا ربنا وقالوا يا رب صبرنا وثبتنا وانصرنا. وبدأت المعركة، وفي وسط الأحداث ظهر شاب بسيط جدا، مش قائد ولا مشهور، كان اسمه داود، ومحدش كان متوقع منه حاجة كبيرة. لكن بإذن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي وقف قدام جالوت، وبضربة واحدة داود قتل جالوت. واللحظة دي قلبت كل الموازين، الجيش الصغير كسب وانتصروا رغم ضعفهم. وربنا بعد كده رفع شأن داود وبقى له مكانة عظيمة جدا، هو سيدنا داود أبو سيدنا سليمان عليه السلام عليهما السلام. وهنا بقى يا جماعة رسالة بتقول لنا إن القوة مش بالعدد ولا بالإمكانيات ولا بالأسلحة، لكن القوة الحقيقية في ثباتك وفي إيمانك وفي إنك تكملي حتى لما تبقي لوحدك ومفيش حد معاكي وشايفة إن انت ضعيفة ومش قادرة. بس هو الإيمان هو اللي بيعمل مستحيل. ومش كل يا جماعة اللي بيقول أنا هعمل حاجة بيكمل فيها، مش كل اللي شكله بسيط بيبقى ضعيف. سبحان الله، ربنا ممكن يبقى عبد ضعيف ويحط سره فيه. ومش كل اختبار بيبقى كبير عشان يبقى صعب، في اختبار صغير بيبقى أصعب من أي اختبار كبير. ساعات أبسط حاجة هي اللي بتكشف لنا إيماننا وقدرتنا على تحمل التكاليف بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. فاحنا يا جماعة كده نحاول نشوف ايماننا عامل ازاي، ونبص الحاجات البسيطة اللي في حياتنا اللي ربنا امرنا بيها واحنا مش بنعملها، سواء كان في شكل، في حجاب، في ميك اب بنحطه واحنا طالعين. نحاول نفكر في الموضوع ده ونشوف ونراجع نفسنا ونبص كده للآيات اللي في القرآن اللي هي بتبقى فيها اختبارات بسيطة والناس بتفشل فيها، ونطبق ده على نفسنا. تمام. يعني احنا بنشوف عشان شوية مية، والمية دي اساسية للحياة، يعني مش شوية شعر هتحشيهم ملهمش لازمة او تسيبيهم، لا ده كانت مية اساسية للحياة وربنا اختبرهم فيها. فاهماني؟ فاحنا نراجع نفسنا وفي كل حاجة بنعملها، لان دي جنة ونار، مش كلام وخلاص. يعني احنا مش حاجة لازم نفوق كده ونعرف احنا داخلين على ايه، واحنا جايين الدنيا ليه، والحياة دي فيها يعني ما تسويش حاجة عشان يعني نجادل ونماطل مع ربنا، استغفر الله العظيم يعني. ودي كانت نهاية الروتين ونهاية الفيديو ونهاية القصة. ما تنسيش بقى تضغطي لي لايك وتصلي على النبي كتير في الكومنتات، تشترك في القناة لو انتي لسه ما اشتركتيش. ودي كانت النهاية بقى، كنت برش المعطر الحمد لله، وكانت الشقة كلها نظيفة الحمد لله يعني. لان توم كانوا نايمين ونايمت العيال كلها، وعملت كل ده في خلال ساعتين 3 يعني الحمد لله انجزته. في نهايه اليوم كده احنا عملنا شويه فشار واتفرجنا شويه على التلفزيون بنرفع عن نفسنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.